بداية هذا اللقاء بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، أهلا بكم. أهلا وسهلا، حياكم الله ورحب بك. المشاهدون والمشاهدات الكرام، يتجدد كل عام التاريخ الهجري، وهذا التاريخ حقيقة ليس ذكرى عابرة أو تهاني تلقى فتمر، إنما يعني هذا التاريخ حقيقة له أثره الكبير في مسيرة الإنسانية، وله أبعاده، وله المحطات الكثيرة التي فيها العبر وفيها الدروس التي تستفاد من هذا الحدث. مر معنا قريبا هذا الحدث، فأحببنا أن نقف معه وقفات مع برنامجنا الأسبوعي إن شاء الله تعالى. عبقرية عمر حاضرة رضي الله عنه في هذا الحدث، وجعله للهجرة أن تكون مبدأ لتاريخ المسلمين دون غير ذلك. في هذه الحلقة إن شاء الله نتناول العديد من المحاور التي تعطي تصورا صحيحا وتعطي منطلقا للأمة وللأفراد كيف يمكن أن نستفيد من هذا الحدث إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ، في بداية اللقاء لعلنا أن يكون هنالك مدخل للمشاهدين عن الهجرة ومقاصدها، سواء اللغوية أو التعريف الاصطلاحي. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، موضوع الهجرة وما يلتصق به من قضية الزمن وعنصر الزمن والتاريخ، وكيف أن المسلمين انتبهوا إلى مسألة أن يؤرخوا بتاريخ معين، وأن لا يكونوا في هذا التاريخ مقلدين لغيرهم كما فعل أو كما فعلت الأمم الأخرى. ونحن نعرف أن عنصر الزمن عموما عنصر يرتبط بهذا الإنسان بشكل أو آخر، كما يرتبط بالكون كله. الله سبحانه وتعالى يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. فيرتبط الزمن عموما بالخلق، خلق السماوات والأرض، لأن حركة ودوران الشمس والأرض والقمر من خلالها يتم عملية حسبة الأيام وحسبة الليالي وحسبة الساعات. فدوران القمر حول الأرض ودوران الأرض حول الشمس، أو هذه الأشياء لها علاقة مباشرة بقضية الزمن وتحديد الزمن. وسواء قلنا بأن مسألة الزمن مما علمه الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام لقوله: وعلم آدم الأسماء كلها، أو اعتبرنا أن البشرية من خلال تجاربها تواضعت على عنصر الزمن، فتسمي مثلا هذا يوم السبت وهذا يوم الأحد وهذا يوم الاثنين، وتأتي الأيام وتدور هكذا، حتى يميز الناس على الأقل بين اليوم والآخر، وحتى يرتبوا أوضاعهم، وحتى يرتبوا أعمالهم، وحتى يرتبوا ديونهم وقروضهم إلى غير ذلك مما يحتاجه الناس في قضية الزمن. وكذلك عنصر الزمن له ارتباط مباشر أيضا بحياة الإنسان. نعم. فبالزمن عمر الإنسان يرتبط بزمن معين، بنهاية هذا الزمن يكون الإنسان يفارق هذه الحياة. كما أن الحضارات عموما ترتبط بعنصر الزمن، كما ذكر ذلك العلامة مالك بن نبي عندما تكلم عن الإنسان والتراب والزمن. وبناء الحضارة يدخل فيها هذا العنصر. فأول قضية نلتفت إليها في موضوع الهجرة هو أن الزمن وأهميته في الحياة الإنسانية، وكيف أن البشر على كل استطاعوا أن يرتبوا أحوالهم ويرتبوا حساباتهم ويرتبوا أيامهم ويرتبوا شهورهم، ويصلوا على كل من خلال الآن تقريبا التوقيتات المحددة. اليوم على الأقل أمامنا ما يعرف بالتوقيت الشمسي، وأمامنا كذلك ما يعرف بالتوقيت القمري. والمسلمون عموما ارتبطوا في كثير من شعائرهم ارتبطوا بالتوقيت القمري. هذا لم يكن محل إشكال سواء قبل الهجرة أو بعدها. يعني سنأتي إلى قضية ارتباط التاريخ الزمني للمسلمين بتوقيت معين في الهجرة، لكن بشكل عام كان الصحابة قبل الهجرة أو قبل تحديد عمر بن الخطاب لتاريخ المسلمين، كان الصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرفون تماما الأشهر العربية أو الأشهر القمرية،
وتبنى مسألة العبادات كلها بناء على ذلك، خاصة موضوع الصيام وموضوع كذلك الحج، هاتين الشعيرات، وكذلك موضوع الزكاة ترتبط بها عموما. بهذه الأشهر كانت ترتبط معاملات الناس، أيضا كانت ترتبط بها المعاملات المتعلقة كذلك بالعلاقات الإنسانية فيما يتعلق بقضايا الزواج وقضايا الطلاق وقضايا العدة وحسبة العدة وهذه كلها، ومسألة الوفاة. نعم. وعدة الوفاة بالنسبة للمرأة المتوفى زوجها، هذه كلها كانت ترتبط عموما بالأشهر القمرية. فلم يكن عند المسلمين مشكلة في أن والله حسابهم يكون على إيه؟ على الأشهر القمرية. لكن لم تكن هنالك تراتبية معينة ترتب الشهور القمرية لتوجد منها كذلك عام كامل، ثم يقال هذا هو العام الأول، هذا هو العام الثاني، وهكذا. يبقى السؤال: كيف كانت العرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم تؤرخ؟ ألم يكن لها تواريخ وكذا؟ كانت لها تواريخ، ولكن لم تبنى هذه التواريخ كما بنيت التواريخ الشمسية عند النصارى مثلا، أو عند المصريين القدامى. المصريين القدامى ربطوا تاريخهم بقضية الشمس، وبالنسبة للنصارى ربطوا تاريخهم بميلاد المسيح عليه السلام. لكن العرب كانت تؤقت بتواريخها القمرية، ولكن الأعوام كانت تحددها من خلال أحداث كبرى. فيقال مثلا عام الفيل، ويجعل هذا العام المشهور، يقول لك قبل عام الفيل بكذا، بعد عام الفيل بكذا، وهكذا. ثم تأتي مثلا حرب الفجار، فيقول لك قبل حرب الفجار بكذا، بعد حرب الفجار بكذا، وهكذا كانت عموما. لكن لم يكن هنالك تاريخا ممتدا متصلا تضاف فيه كل سنة لسابقتها، هذه لم يكن معروفا. ولذلك لما جاء الصحابة رضوان الله عليهم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وظل عمر بن الخطاب اتسعت الدولة، وعمر رسم الحالة بتاعت الدولة ودواوين الدولة، بنيت بشكل أو آخر. يمكن أن نقول بأن باني الدولة الإسلامية في صورتها التي تشكلت بعد ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان العنصر الأكبر أو الدور الأكبر فيها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبطبيعة الحال الصحابة كانوا كتبات وفي أي تاريخ كتبت هذه لا نعرفها. فعقد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مجلسا شوريا، وكان عمر بن الخطاب عنده مجلس شورى من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل بدر، وبعض أيضا النوابغة أو النابغين من صغار السن مثل عبد الله بن عباس كانوا يحضرون مجلس عمر. فاستشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الأنسب، بما نؤرخ؟ هل نؤرخ بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، أم نؤرخ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أم يكون التاريخ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه كلها كانت مطروحة في المداولات، ولكن يبدو مالت على كلنا الآراء كلها بعد ذلك إلى رأي ارتآه علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أن الأمة لا بد أن تؤرخ بالتاريخ الهجري، وهو أن نجعل لحظة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هو العام الأول. طيب ماذا نفعل ب20 سنة أو ب 13 سنة قبل إيه؟ قبل الهجرة. قبلها، هذه اعتبروها على كل، هذا يقال ما قبل الهجرة، لكن يعتبر بداية التاريخ هو من هذه اللحظة التي حددت، وهي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في محرم، لم تكن في محرم الهجرة، نعم. كانت في ربيع تقريبا. نعم. طيب ليش اخترتوا والله أن يكون التوقيت أو بداية هذا العام يكون بمحرم؟ وهم لاحظوا بأن الهجرة مرتبطة أيضا بمقدماتها. هجرة النبي لها مقدمات. إيش هذه المقدمات؟ هي بيعة العقبة الثانية التي كانت في الحج، وكان الأنصار قد جاءوا إلى بيت الله تبارك وتعالى هناك، وفي ذي الحجة تقريبا بايع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية.
فكانت مقدمة الهجرة وما أسس الهجرة هو في ذي الحجة، سواء كان في أواسطه أو كان على كله. هي بعد إيه؟ بعد العاشر من ذي الحجة كانت هذه البيعة التي أخذها النبي. فاعتبروا إذا بداية العام الذي يفترض أن نقيم به الحساب الهجري هو شهر محرم، فاعتبروا شهر محرم هو بداية العام، واعتبروا العام الأول الذي يعد به الحساب هو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة الأولى هي الهجرة، والشهر الأول في الهجرة أو في السنة الهجرية هو شهر محرم. وبهذه الصورة رتب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تاريخهم وحسابهم، فصار بعد ذلك يؤرخون لكل تاريخهم تقريبا بهذا الحساب. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. حقيقة الحديث عن الهجرة يطول ويطول، لكن حبذا لو عرجنا إلى يعني التحول حقيقة الذي أحدثته الهجرة من واقع مكة إلى واقع المدينة. على ماذا يعني كان له وقع قوي هذا التحول، وكيف يعني أثر في بنية هذه الدعوة وهذه الرسالة؟ بارك الله فيكم. الله يجزيك الخير. طيب، هي أولا يأتي سؤال هو يكاد يكون مكمل لحديثنا في السؤال السابق، وهو نعم، لماذا اختار الصحابة الهجرة؟ وكان يمكن يختاروا الميلاد، ويمكن يختاروا كذلك البعثة، وكان يمكن أن، وكلها لها وجاهتها بطبيعة الحال. لكن سبحان الله، كأنما الصحابة رضوان الله عليهم نظروا إلى لحظة ميلاد الأمة وبناء دولتها. جميل. والخروج من دوائر الاستضعاف، نعم، ودوائر الملاحقة، ودوائر المنظومات الفردية والمجموعات التي تشرد هنا وهناك. فاعتبروا لحظة الهجرة هي لحظة بناء الدولة، ولحظة بناء الدولة في الحضارات هي لحظة ميلاد الأمة الحضاري إن صح التعبير. فالميلاد الحضاري للأمة ينشأ من لحظة تأسيس دولتها وبيعة إمامها وقيام مؤسساتها، ثم توسعها بعد ذلك للانتشار بين العالمين. فأراد الصحابة رضوان الله عليهم لم يريدوا أن يرتبط الحدث بأمر شخصي مثلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يريدونه كذلك أن يرتبط من لحظة استضعاف أو لحظة بداية انطلاق هو يمكن أن نعتبره ميلاد وشروق الشمس. لا، أرادوا أن يجعلوا الهجرة لحظة ميلاد الأمة، لأنها لحظة فارقة في التحول من حالة إلى حالة. هذا أول من حيث اختيار الصحابة رضوان الله عليهم وتوفيقهم في هذا التاريخ أن يجعلوا الهجرة هي نقطة البداية. بلا شك موضوع الهجرة كانت له آثار كبيرة جدا في حياة الصحابة رضوان الله عليهم. أولا، لحظة الهجرة قرآنيا عموما في علوم القرآن هي اللحظة التي يؤرخ فيها بين ما نسميه نحن بالقرآن المكي والقرآن المدني. نعم. القرآن المكي كانت فيه أصول التشريعات وأصول العقائد، قضايا الغيب، الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والجنة والنار والرسل، وقضايا الأحكام الكلية وليس تفريعاتها وتفاصيلها. القرآن المدني جاء لتفصيل ما أجمل في مكة. نعم. كانت هذه نقطة على كل مهمة. النقطة الثانية كانت أيضا نقطة تحول فيما يتعلق بالبناء السياسي. فما قبل لحظة الهجرة كان عبارة عن جماعة صح التعبير، جماعة دعوية ملاحقة مستضعفة، لها صحيح زعيمها ورئيسها وقائدها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها منهاجها ولها عباداتها، لكنها لم تتحول إلى قوة وسلطان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل تاريخ الهجرة يقول بأمر الله تبارك وتعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فكانت فكرة السلطان وفكرة التمكين، فكرة بناء الدولة حاضرة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وحدث هذا تقريبا في لحظة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيعته لأنصاره في مكة، ثم ترجمت هذا الأمر عمليا إلى أن يهاجر النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام ويذهب إلى المدينة، وهناك يبدأ في بناء دولته. النقطة الثالثة بدأت عمليا بناء مؤسسات الدولة إن صح التعبير من لحظة الهجرة.
وذلك عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هنالك ثلاثة قضايا رئيسية تعبر عن ما يمكن أن نسميه اليوم بحالة المأسسة أو المؤسسية في الوضع العام. نعم. فكان مثلا على المستوى الديني مثلا وضع النبي صلى الله عليه وسلم لبنة المسجد وبناء مسجده عليه الصلاة والسلام ليكون ذلك تعبيرا عن الحالة الدينية والشعائرية والتعبدية والعقدية، فيكون المركز هو حالة المسجد هو حالة الإشعاع الروحي والديني إن صح التعبير. فبنى صلى الله عليه وسلم المؤسسة الأساسية المعبرة عن هذا النموذج الجديد وهو المسجد. النقطة الثانية كان فيها أيضا آثار اجتماعية. الهجرة عندما هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج المهاجرون وليس معهم شيء من الأموال، إنما خرجوا بأنفسهم، تركوا أموالهم وكل ما يملكون تركوه في مكة. فكانت هنالك حالة تحتاج إلى تلاحم اجتماعي وتحتاج إلى معالجات اقتصادية، وهو كيف أن الصحابة يعيشون في بلد هم غرباء فيه. نعم. فأحدث النبي صلى الله عليه وسلم أو شرع الله تبارك وتعالى موضوع الإخاء أو التآخي بين المهاجرين والأنصار. فصار كل واحد من الأنصار له أخ من المهاجرين، وهذه طبعا لها دلالات اجتماعية ولها دلالات أمنية ولها دلالات سياسية، لها دلالات كثيرة جدا. نعم. حتى كانوا أن يصلوا فترة من فترات إلى أنه يعني يقدم هذا التآخي الدين على بقية الأشياء، إلى أن جاء بعد ذلك في مرحلة لاحقة نسخت هذه المسألة وصار الإخاء النسبي مع الحالة الإيمانية مقدم على الحالة الإيمانية المحضة. نعم. فإذا حصل التآخي بين المهاجرين والأنصار. النقطة الثالثة أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجتمع ليس كله مجتمع مسلما في بدايته، جاء إلى مجتمع فيه مسلمون وفيه غير مسلمين، ولكن غير المسلمين أيضا أقسام، فيهم من لم يسلم أصلا وهم من أهل الشرك اللي هم الأوس والخزرج، من لم يدخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم. وعندك طوائف اليهود المختلفة من بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة، هذه الأطياف كانت موجودة. فأوجد النبي صلى الله عليه وسلم الوثيقة المعروفة التي نظم من خلالها كل ما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والعلاقات البينية داخل الصف المسلم، القبائل ومعاقلها ودياتها وآدابها إلى غير ذلك. ثم أيضا حدد طبيعة العلاقات مع الطرف غير المسلم الذي يساكن المسلمين في هذه المدينة. إذا كل هذه كانت عبارة عن آثار عقائدية، آثار سياسية، آثار اجتماعية. بطبيعة الحال أيضا في المدينة الأثر الأكبر الذي حدث هو دخول المسلمين في المجاهدة بالقتال. خرجوا من دائرة المجاهدة باللسان إلى المجاهدة بالسنان، وشرع لهم القتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إلى غير ذلك. فهذه كلها مؤشرات أو تحولات حصلت بسبب الهجرة. فتح الله عليكم فضيلة الشيخ. حقيقة يعني تبقى للهجرة يعني إلهاماتها ويبقى لها يعني ظلالها في المشروعات التي حقيقة تخص الأمة وكذلك الأفراد. كيف يمكن أن نجعل حدث الهجرة فضيلة الشيخ ملهما للأعمال التي يعني ينبغي الأمة أن تقدم عليها، أو كذلك الأفراد أن يكون هذا الحدث انطلاقة في يعني تجديد العزم وفي يعني كثير من الأعمال التي يحتاج إليها المسلمون أفرادا وجماعات؟ طبعا الهجرة في معناها اللغوي وفي معناها كذلك الاصطلاحي هي عملية الانتقال والترك. يا سلام. هذه الفكرة الأساسية فيها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة أرادت أن تقول والله ابتداء فكرة الهجرة هي هجر ما نهى الله عنه. نعم. هجر المعاصي، هجر الموبقات، هجر الفواحش، هجر الكفر. هذا أصل فكرة الهجر. ثم تأتي بعد ذلك هجرة الأبدان. جميل. يعني أنت ابتداء إذا لم تفارق الكفر ولم تفارق المعاصي ولم تفارق الجاهلية في تصوراتك وفي مواقفك لا يمكن أن تفارق ديارها. فالهجرة في بعدها الجسدي هو أن تنتقل بكليتك الجسدية من مكان إلى مكان، لكن يسبق ذلك الهجران الروحي والهجران الوجداني والهجران العقلي والهجران التشريعي. فأنت تفارق الجاهلية بكل تصوراتها لتدخل إلى
شريعة الله سبحانه وتعالى. فكانت مسألة الهجرة يعني أول ما يتعلمها المسلم في موضوع الهجرة هو أنه كيف يهجر ما نهى الله عنه، كيف يهجر الموبقات، كيف يدخل إلى السلم كافة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فالدخول في السلم كافة هو الهجر المعنوي أو الهجر الحقيقي ابتداء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نعم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فإذا أول قضية يعني يجب أن يستلهمها المسلم في موضوع الهجرة، وهو بالنسبة له حتى لو لم يكن مهاجرا الهجرة المادية من بلد إلى بلد، لكن لابد أن يكون مهاجرا للذنوب والمعاصي، أو هاجرا للذنوب والمعاصي وتاركا للآثام وتاركا للموبقات وتاركا للفواحش. فهذا المعنى لابد أن يكون حاضر عندما نتكلم عن موضوع الهجرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة قال: لا هجرة بعد الفتح، أي الهجرة بمعنى الانتقال انتهت بفتح مكة بالنسبة لذلك الجيل. طبعا حكم الهجرة موجود إلى قيام الساعة، حيث تعرض المسلمون إلى اضطهاد أو لم يأمنوا على أنفسهم، لم يأمنوا على دينهم، لم يأمنوا على حياتهم، فيمكن أن ينتقلوا من مكان. هذه الهجرة بابها مفتوح إلى يوم. لكن الهجرة التي أنهاها النبي صلى الله عليه وسلم هي تلك التي كان يطالب بها المسلم بأن ينتقل إلى ديار الإسلام، وينتقل إلى ولاية المسلمين، وينتقل إلى دولة المسلمين. هذه بفتح مكة خلاص صارت مكة ديار إسلام. لكن بقيت هنالك المعنى الإيماني، وهو أن أي مسلم هو مهاجر في حقيقته، حتى ولو كان داخل بيته ولو كان داخل أرضه ووطنه، من خلال هجر ما نهى الله تبارك وتعالى. فهذه الفكرة على كل الأساسية التي لا بد من استصحابها. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، بهذا الإيضاح حقيقة وما تطرقتم إليه من يعني هذا المعنى المهم في حياة المسلم، أنه يكون حقيقة قائم بأمر دينه. فضيلة الشيخ، يواجه كثير من الناس في واقعنا اليوم عنت في بلدانهم يعني. فما المخرج يعني؟ هل يبقى لا يظهر كثير من شعائر دينه، يجد مضايقات، ومع هذا يعني قد بعض الناس يشق عليه مفارقة يعني الوطن؟ هل الوطن يعني أحب إلينا من الدين، أم أن الإنسان يعني يخرج ليعيش مع دينه كما ينبغي؟ بارك الله فيكم. هو بالنسبة للمسلم لا شيء طبعا يعني يقدم على دينه. نعم. والسبب في ذلك ليس تهوينا من شأن الدنيا، ولا تهوينا من شأن الأوطان، ولا تهوينا من شأن البلدان، ولكن المسلم مرتبط في عقيدته وتصوره وما يلتزم به من تشريعات أن نجاته في الآخرة وفوزه برضوان الله سبحانه وتعالى مرتبط بمدى تمسكه بدينه. وبالتالي هو يدور حيثما دار سلامة دينه. إذا كان والله سلامة الدين متاحة في البلد، متاحة في وطنه، حتى لو ضاقت دنياه، حتى لو تقلصت حياته، يعني حصل فيه، فلا حرج أن يصبر. لأن الأصل في فكرة الهجرة ليست إن والله الهجرة من أجلك أن تسترزق أو تأكل وتشرب، هذه ممكن على كنت تكون موجود، لكن أصل الهجرة هي مرتبطة بأن والله الإنسان كيف يخرج وينتقل من بلاد الكفر إلى بلاد يكون فيها السلامة والحرية. ولا يلزم أن نقول هنا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لأن الهجرة مثلا إلى الحبشة لم تكن إلى بلاد الإسلام في ذلك الوقت، ولكنها كانت من بلاد الاستبداد والكفر إلى بلاد الحرية والكفر. هي كانت بلاد كفر ولكنها كانت بلاد شنو؟ بلاد الحرية. فهذا هو يعني كيف المسلم يكون مقياسه إنه والله سلامته الدينية، سلامة أبنائه، قدرته على أن يربي أبنائه بشكل صحيح. هنا تأتي قضية إنه بعض الناس سبحان الله لا يضع الحسبة بشكل دقيق. يعني عندما يريد أن يغادر وطنه الذي خلاص تعرضت فيه حياته الدينية إلى مشكلة، يذهب إلى بلدان ربما تكون مخاطرها الدينية أيضا كبيرة. فهنا فكرة الهجرة لابد أن تحسبها بشكل صحيح، أن تراعي فيها الحرية الدينية، وأن تراعي فيها أيضا السلامة،
لك ولأبنائك، وأن تراعي فيها مستقبلهم كذلك، إلى أين سينتهي مستقبل هذه الأسرة عندما تهاجر بها. كل ذلك لا بد أن يكون في الحسبان وأنت تهاجر. لكن أهم شيء أنك تريد أن تنجو بدينك، لتجد مكانا تستطيع أن تعبد الله فيه، تستطيع أن تربي أبنائك فيه على دينك، على شريعتك، على عاداتك وعلى تقاليدك، دون أن يكون هنالك ذوبان لهذا الإنسان عندما يهاجر إلى بلد آخر. بارك الله فيكم. وحقيقة كلامكم مهم شديد، أنه الإنسان لا يكون من غرض مفارقة الوطن، يعني غرض ربما دنيوي بحت، إنما حقيقة يكون دارسا لما هو منتقل إليه، وخاصة سلامة يعني حقيقة أديان ورعاية الذرية والأولاد، وما يمكن أن يحدث لهم هذا الانتقال من تغير في أخلاقهم وفي دينهم. فضيلة الشيخ، حقيقة في واقعنا اليوم مع العولمة، يعني حقيقة ترون أن التاريخ الهجري والاهتمام به بدأ يعني حقيقة يخفت ويضعف. كيف لنا أن نبقي لهذا التاريخ حقيقة كمسلمين، يعني في التذكير به وفي المعاملات وفي المناسبات، وخاصة أنه مربوط بشعائر ديننا، يعني هذا الأمر كيف ننبه على أهميته والحفاظ عليه؟ بارك الله فيكم. الله يجزيك الله. هنا وقبل ما أدخل في الإجابة على السؤال الأخير، في نقطة مهمة لا بد أيضا أن أشير إليها. نعم. وهو أن الدولة الإسلامية والخلافة والولاية العامة للمسلمين طبعا عاش في ظلالها كثير من المكونات غير المسلمة. نعم. حتى أيضا هنا يعني ينتبه المسلم كيف عاشت كاملة تحت سلطان المسلمين ولم تجبر على ترك دينها أو الذوبان أو ما يسمى اليوم بالاندماج. فكان اليهود يعيشون في بلاد المسلمين، لهم الحرية الكاملة في ديانتهم وفي عباداتهم وفي تربية أبنائهم وفي تدريس وتعليم أبنائهم بالدراسة التي يريدون، بل يمكن داخل معابدهم أن تكون هنالك مدارس خاصة لأبنائهم. وكيف أنهم أيضا في نفس الوقت لم يضيق عليهم في حياتهم، فلم يكن هنالك مثلا مشكلة في أن اليهود والنصارى يكونوا من كبار رجالات التجارة مثلا أو احتكروا بعض المهن، مثلا مهنة الطب فترة من فترات عرفت بأنها تقريبا تميز فيها غير المسلمين. صحيح. فكان أيضا يعني الدولة الإسلامية، الشدار أقول الدولة الإسلامية في الوقت اللي هي السلطان العام فيها للمسلمين والشريعة العامة هي شريعتهم. نعم. لكن ما نلاحظه اليوم تقريبا مثلا الفكرة التي يعتمدها الغرب الآن، فكرة الإدماج. فتذهب أنت لابد الطفل يدمج في المدرسة ويدمج في التعليم ويدمج في كذا، وبالتالي ستجد أن خصوصيته تتلاشى. بالنسبة للدولة الإسلامية الأمر لم يكن كذلك. يعني عندهم الحرية الكاملة في معابدهم، عندهم الحرية الكاملة في مدارسهم، كان يمكن أن تكون لهم مدارسهم ليس هنالك مشكلة. أضف إلى ذلك أيضا كان لأنه يعني الولاية السياسية كان الغالب فيها أو المسيطر فيها هو أهل الإسلام، فكانت الولايات المدنية والولايات الاقتصادية كان متاحة لهم، فلم يضيق عليهم بحيث والله يقول بأن ديار الإسلام ضاقت بنا فيبحثون عن غيرها. لاحظ، لم تكن هنالك مشكلة في أهل غير المسلمين في ديار الإسلام يهاجرون إلى مناطق أديان يعني من تناسبهم في الأديان، لم يكن الأمر كذلك. فعاش اليهود في وسط المسلمين وعاش النصارى في وسط المسلمين. واليوم أنت تسمع مثلا الكنيسة القبطية إلى اليوم من 1400 سنة منذ أن دخل الإسلام مصر، وهي لم تتلاشى ولم تنتهي، وهي تعتبر مثلا في الكنائس الشرقية هي رائدة الكنائس الشرقية وأقدمها في المنطقة. فالشاهد بأن الفارق ما بين سلطان المسلمين الذي أتاح لكثير من الاتجاهات أن تكون متواجدة، وأن لا تسمع مثلا بما يعرف بالآن بالحملات الدينية والتطهير الديني والإشكالات الدينية اللي كان تعيشها كثير من الأمم، لم يكن الوضع بالنسبة لنا بهذه الصورة يعني. أما فيما يتعلق بمسألة الحفاظ على التاريخ الهجري، على كل هو للأسف الشديد طبعا بعد سقوط الخلافة ودخول الإمبراطوريات الحديثة هذه المحتلة لبلاد الإسلام، دخلت بتاريخها ودخلت بأوقاتها التي حددتها عموما، وتراجع
الحساب الهجري أو تراجعت السنة القمرية ولم يعد بها الناس، ثم بدأت بعد ذلك بعض الأقلام التي تتكلم عن أنه والله يا أخي التاريخ الهجري دائما فيه إشكالات في الرؤية كذا. حصلت فيه طبعا كثير من اللقط الذي لم يجعلهم يلتزمون بتاريخ معين، ولكن هنالك الكثير من الخيارات التي يمكن الإنسان أن يجمع فيها أو يلتزم فيها بالتاريخ الهجري، وفي نفس الوقت أيضا يراعي مثلا الفروق ما بين الجوانب التعبدية الشعائرية وما بين الجوانب الحسابية اللي ممكن تمضي على سائر الناس، كما هو الآن في بعض البلدان مثلا تلتزم تاريخ أم القرى وتعتمد فيه الحساب الفلكي، ولكنها ملتزمة تكون بالسنة سنة القمرية. ولكن عندما يأتي الحج أو العمرة، أي عندما تأتي الحج ويأتي رمضان وكذا، يلتزمون بمسألة شنو؟ مسألة الرؤية. فيمكن أن يكون في فارق طفيف ما بين الاعتماد الرسمي للدولة وحساباتها ورواتبها وأمورها، وما بين الجانب التعبدي الشعائري اللي هو مرتبط بالرؤية تحديدا وظهور القمر أو عدم ظهوره. بارك الله فيكم على ما تفضلتم به فضيلة الشيخ. لعلنا يعني أن نختم بقضية من القضايا الهامة التي حقيقة يعني يحتاجها شبابنا الذي يعني حقيقة يعني خرج من وطنه وهاجر إلى العديد من الدول. يعني هذا الشباب الذي حقيقة هو يعني عماد المستقبل، وهو الذي حقيقة تحتاج إليه الأمة. من خلال تاريخ الهجرة ومن خلال حقيقة ما فيه من الدلالات، ماذا يمكن أن نقول لهؤلاء الشباب نصحا لهم، ويعني من خلال ذكرى الهجرة أن نحيي فيهم قيم حقيقة التمسك، قيم أيضا الرجوع للوطن، قيم أنه يبقوا كذلك وإن هاجروا يعني إلى بلدان بعيدة، كيف تكون يعني حقيقة حركة تحركهم وحركة تمسكهم وتدينهم. بارك الله فيكم. هو على كلنا الآن شعبنا طبعا نحن عندك الآن أكثر من 50% من الشعب الإريتري خارج الوطن، يعني تقريبا الذين هاجروا من قبل التحرير والذين هاجروا بعد التحرير. اليوم تقريبا نحن نعاني من مشكلة كبيرة جدا، وهي مشكلة التراجع العددي. يعني أنت تصور مثلا الأعداد التي حصلت في الأربعينات، الإحصاءات التي حصلت في الأربعينات للشعب الإريتري، لما تجي تشوف والله هذه الأرقام في ذلك الوقت والإحصاءات في ذلك الوقت تقريبا موجودة، واليوم الناس تقريبا تعود إليها، وتشوف والله ما يقال الآن من العدد الموجود داخل إريتريا، يعني كأنما أنت ولا نفس العدد اللي كان في 48 47 ونفس العدد الموجود اليوم. أين ذهب هذا الشعب؟ يعني مع إنه المحيط البشري اللي حولنا اللي زاد 10 مرات، اللي زاد 16 مرة، اللي زاد 17 مرة، اللي زاد 8 9 مرات، هي الزيادات بهذا الشكل. لكن الشعب الوحيد يكاد يكون سبحان الله لا يتقدم بوتيرة متناسقة مع هذا السبب في ذلك أن كثير من الذين خرجوا من إريتريا لم يعودوا إليها مرة أخرى، سواء ذابوا في المناطق التي ذهبوا إليها أو على كل حملوا جنسيات أخرى أو جوازات أخرى، هذا شأن. لكن الشاهد أن الدولة الإريترية للأسف الشديد صارت دولة طاردة وليست دولة جاذبة لمواطنيها. وهنا الجاذبية لها علاقة عموما بمراعاة الدولة لحقوق الإنسان، مراعاتها للحريات، مراعاتها للتشغيل، محاربتها للبطالة، إشعار الناس بالعدل، إشعار الناس بالمواطنة المتساوية. هذه الذي يجذب الناس تقريبا، وخصوصا في ظل وجود اليوم تقريبا عوالم مفتوحة للناس يعني يمكن أن تذهب إليها. فأول هنالك مشكلة بطبيعة الحال في الحالة الإريترية، ولكن هذا لا يجعلنا نستسلم، بالعكس هذا يفترض أن يكون واحد من المحفزات الأساسية، أن كل الذين هاجروا يفترض أنهم يفكرون في استنقاذ وتحرير وإخراج هذا الوطن من السجن الذي دخل فيه أو أدخل فيه بالعنوة. هذا يتطلب تحريك الشباب، يتطلب تحريك الطاقات، وبلا شك حقيقة يعني من هذا المنبر نحن نشيد بالتحركات الأخيرة التي لاحظناها للحركات الشبابية
هؤلاء الشباب الذين ذهبوا إلى أوروبا وذهبوا إلى بلدان عديدة، نعم. نفس هؤلاء الشباب اليوم هم الذين يتحركون لصالح الحريات ويعملون على محاصرة النظام وعلى ملاحقة المجرمين وعلى الإثارة في المنظمات الحقوقية، هذا كله على كل ما تتطلبه يعني الحالة. وهذا من أقل الواجبات، يعني أقل الواجبات التي ينبغي أن نقوم بها تجاه إخواننا وتجاه أهلنا في الداخل. بطبيعة الحال الأمر يتطلب أكثر من ذلك. إذا أردنا أن نقتدي بالهجرة النبوية، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة التي هاجروا إلى المدينة كانت عينهم على مكة إلى أن عادوا إليها، إلى أن عادوا إليها فاتحين. فأنت هذا من الاستلهامات المهمة جدا في مفهوم الهجرة، إنه والله أنت تهاجر من أجل الاستقواء، من أجل أن تعود مرة أخرى وأنت أفضل حالا وأنت أكثر يعني بنية بكل ما تعني الكلمة، حتى تستطيع أن تعود إلى وطنك وتحمل له مشاعر العدل ومشاعر الكرامة ومشاعر الحرية. فيفترض أن تكون هذه هي الصورة على كل، هذا ما نأمله إن شاء الله في شبابنا وشاباتنا ومعظم الذين يهاجرون. فالذي يستطيع أن يكافح بنفسه ويناضل بنفسه فليكن ذلك، والذي لا يستطيع بنفسه عليه أيضا أن يبذل المال ويبذل النواحي المادية، والذي لا يستطيع ولا هذا ولا ذاك فليكن بقلمه ولسانه وغير ذلك. على كل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فالإنسان مطالب منه أن يكافح هذا الظلم الذي يتربع الآن في الديار بكل ما نملك من الأدوات. ولتكن السيرة النبوية ومنها محطة الهجرة من المحطات الكبيرة جدا التي نتزود فيها إن شاء الله لهذا الجانب. شكر الله لكم فضيلة الشيخ دكتور حسن ما قدمتم، والحقيقة هذه نصيحة يعني غالية ينبغي أن نسمعها، ونحن الشباب أينما كنا في المهجر ننتبه إليها. فمن حقيقة فارق هذا الوطن لا يخلد بتفكيره أو بحاله أن ينساه أو أن يتركه، إنما يعني يكون بإذن الله هذه الغربة وهذه الهجرة لمزيد إن شاء الله من الاستقواء ومزيد من التمكن ومزيد من حمل الهم والمسؤولية. كما أشرتم الصحابة عادوا إلى مكة فاتحين. مطلوب من جموع حقيقة شعبنا المهاجر في فيافي العالم كله أن تكون همته حاضرة للرجوع وللعودة يعني هذا الحب الموجود للوطن. إن شاء الله يأتي اليوم الذي الكل يعود إليه حاملا مشاعل الهدى والخير والعمران والحرية المفقودة التي كلنا يعني حقيقة نتطلع إليها، لوطن آمن ومستقر يحمل ويعيش فيه الكل بأمن وسلام وسلام وإسلام. جزاكم الله خيرا، إلى أن نلتقيكم في لقاء قادم. نشكركم لحسن استماعكم ومشاهدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.